نتدارس سويا أمورنا، نلتقي لنتعارف سويا على بعضنا، نلتقي لنستفيد جميعا من بعضنا البعض. وفي بداية برنامجنا إن شاء الله كلمة ترحيب للمهندس رضا عمر أمين الحزب الضماس، ونحن ضيوف عليه في هذا المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطيب لي في البداية أن أرحب بحضراتكم ببلدة ضماس، وبلدة ضماس بتتشرف أن تحتوي مثل هذا الحفل الكريم اللي إن شاء الله بتكون بداية لعمل إن شاء الله حزبي متطور، وإن شاء الله بنتمه بخطوات لاحقة. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الحزب إلى أعلى عليين، وإن شاء الله يحقق نتائج تحقق تقدم مصر ورفاهية الشعب المصري. وجزاكم الله خير. شكرا يا باشمهندس على الترحيب بالحار والسريع، واللي ان شاء الله سيكون النهج للقاءنا. احنا مش هنطول على حضراتكم في اول لقاء علشان نشتاق للقاء ده مرة أخرى ومرات عديدة. حق لنا أن نفخر أيها الأحباب أن يجتمع في بلدة واحدة قرابة 150 فرد حزبي من خلاصة الأفراد الحزبيين حزب الحرية والعدالة، لنتعاون جميعا ولتكن هذه البداية بداية انطلاق لعمل حزبي قوي لم تشهده مصر قبل ذلك. الفقرة الثانية إن شاء الله رب العالمين مع كلمة الدكتور سعيد عوف أمين الحزب بمدغام، ومعنا ليطوف بنا سريعا في بعض المعاني الهامة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطوات العظيمة في ميزان حسنات يوم القيامة. كلكم خرج من بيته وكلكم ترك مصالحه الشخصية بحثا عن أمرين اثنين. الأمر الأول هو أن يجد له مكانة مرموقة، مكانة عالية، ولكن ليست في الدنيا وإنما عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، مستشعرا من مشى في حاجة أخيه قضيت أم لم تقضى خير له من أن يعتكف في مسجد هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث. فالسعي في حوائج الناس وفي قضايا الناس أمر يستحق منا أن نبذل الجهد وأن نبذل المال. الأمر الثاني بعد هذه المكانة عند الله سبحانه وتعالى، كل واحد فينا خرج مستشعرا أنه يبني في مصر. هذه الدولة الرائدة، هذه الدولة ذات المكانة العالية في الشرق الأوسط بل في العالم كله، تستحق منا أن نبذل كل جهدنا لإنشائها النشأة الصحيحة التي تعيد لها مكانتها، وهذا لن يتأتى إلا بكم أنتم إن شاء الله، متكاتفين مع باقي الأحزاب فيما يخص المشاريع التنموية على مستوى القطر بإذن الله. فكل واحد فينا أظني خرج مستشعرا الأمرين الاثنين، أن تكون له مكانة مرموقة عند الله، ثم أن يبني مصر بناء شامخا قويا به مؤسسات الحكم الرشيد، التي يسير عليها المصريون ليست سنة ولا 5 سنوات ولا عدة سنوات، بل مئات السنين إن شاء الله. هذا اللقاء التثقيفي الأول في الحزب نرحب جميعا بوجود الأستاذ الدكتور خالد بنورة ما بيننا، إن شاء الله نستفاد به في هذا اللقاء استفادة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. وإنما أريد أن أشير إلى 3 رسائل. الرسالة الأولى أن نستشعر معنى الحزب وأن نلخصها في جمل بسيطة. الحزب هو تكوين رؤية لإدارة الدولة. تعرف الحزب مجملا كده، تكوين رؤية لإدارة الدولة بطريقة يرتقاها الحزب. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية في الحزب السعي في المجتمع لإيجاد رأي عام يؤيد هذه الرؤية. أنا عندي رؤية لإدارة البلد،
بطرحها على الرأي العام كله عشان أكتسب أفراد من داخل الرأي العام. حتى هذه اللحظة لا يمكن أن أوصف أن أنا حزب. أنا ممكن أكون جماعة، ممكن أكون جمعية خيرية، ممكن أكون نقابة. لحد لو وقفت عند الخطوتين دول أنا ما كونتش حزب. الخطوة الثالثة والمهمة هي التحرك في وسط هذا الرأي العام حتى أحصل على أغلبية في المجالس النيابية البرلمانية وفي النقابات المهنية وفي المؤسسات التنفيذية حتى أستطيع أن أطبق هذه الرؤية. كده يبقى أنا حزب. يبقى الحزب هو تكوين رؤية نتفق عليها لإدارة الدولة. الخطوة الثانية أسير بهذه الرؤية وسط المجتمع لإيجاد رأي عام وقناعة بهذه الرؤية. الخطوة الثالثة أن أخدم وأتحرك وأعيش وأعايش هذا الرأي العام حتى أستطيع أن أحصد أغلبية في المجالس النيابية وفي النقابات المهنية وفي المؤسسات التنفيذية حتى أستطيع أن أطبق هذا البرنامج الحزبي الذي أؤمن به. دي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية اللي عاوز أنقلها لحضراتكم في اللقاء، وهو في ضوابط للعمل الحزبي ينبغي إن إحنا نتعلمها. هتيجي في البرنامج وإنما أخص منها أمرين. الأمر الأول أو الخلق الأول في العمل الحزبي أن المبدأ يعلو فوق الأشخاص. لابد وأن يعلو مبدأ فوقي وفوق كل من هو في الحزب. ما دام هو مبدأ وما دام هو فكرة حزبية واتفقنا عليها لازم أعليها، حتى لو تعارضت مع مصلحتي الشخصية، وحتى لو تعارضت مع نفسياتي، وحتى لو تعارضت مع انطباعاتي الشخصية. مهم جدا، وهذا الأمر إن شاء الله في العرض هينضح، بل في خطواتنا العملية هيتضح أكثر وأكثر. مهم إن أنا أعلي المبادئ فوق الأشخاص. الخلق الثاني في العمل الحزبي وهو احترام هذه المبادئ واحترام هذه السلوكيات الحزبية لا يظهر في الحياة اليومية البسيطة، وإنما يظهر في الأمور الصعبة. نضرب مثال، وبعد إقامة الثورة وربنا كرمنا وأسسنا الحزب والحزب اشتغل، انضم لنا بعض الناس ذوي المصالح الشخصية، وما أنظن أن الحزب الوطني سيعاد مرة أخرى وستقوم له قائمة بعد انتخابات الرئاسة إلا وخرج بعض هؤلاء أمامنا وقف ويحمل الكارنيه ويقول أنا أنا كنت في حزب الحرية والعدالة، إنما دلوقتي أنا مع فلان. فهو دوت النقطة أضعها أمامي. احترام اللوائح الحزبية يظهر في الأمور الصعبة، فمهم أن أطوع نفسي لاستقبال هذه الأمور. دي الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة والأخيرة أن مصر في احتياج جميع جهود جميع أبنائها. طيب إذا كانت مصر محتاجة لكل الجهود من كل الأطياف من كل الأصناف، أنا كحزب حضرتك في فريق العمل في القرية، إذا كان 5 وإذا كانت قرية كبيرة يبقى 10 أو 11 أيا كان، أنا محتاج أفعل أفراد الحزب اللي معايا. إحنا عندنا في متغمرة 2000 على مستوى المركز 2600 وكسور، كل يوم الحمد لله العدد بيزيد. فإحنا على مستوى مركز متغمرة 2600 وكسور، 3005 على مستوى المدينة والمركز. إحنا ما يخصنا المركز اللي هو في القرى 2645 تقريبا لحد امبارح. هذا الرقم هو فين وأنا فين منه. أنا دوري في فريق العمل في كل قرية إن أنا أفعل. أنا مش هقول لحضرتك من بكرة يبقى ال100 عضو اللي معاك فعالين، لا، أنا هقول اعمل لنفسك خطة إزاي أنا أفعل أفراد الحزب جميعا في خدمة مصر وفي خدمة الحزب وفي طرح رؤية الحزب على المجتمع. أنا 5 دلوقتي شايلين الهم، إزاي إن هم الأسبوع القادم يبقوا 15، إزاي إن هم الشهر القادم يبقوا 45، إزاي إن هم بعد كده يبقوا 150، إزاي بعد كده أبناء القرية جميعا حاملين لهذه الرؤية ساعين لتطبيقها. دي الرسالة الثالثة أختم بها الكلام وأقول إن إحنا في تمام السعادة لهذا اللقاء. رقم 1 نتعارف مع بعضنا، رقم 2 نتواصل مع بعضنا، رقم 3 نستفيد من العرض اللي هيتم، رقم 4 نتحرك بهذه الرؤى مجتهدين إن شاء الله، لسنا متفضلين. ده معنى مهم جدا، مجتهدين لسنا متفضلين. ما دمنا تطوعنا، التطوع بيكون مرة واحدة فقط. التطوع بيكون بداية دخولك الشيء، انت تطوعت ودخلت،
منذ أن دخلت أصبحت عضوا حزبيا قابل للحساب وقابل للطموحات وقابل لأنت تكسب الرأي العام قبل كل شيء. فمهم جدا أن أنا أستشعر معنى أن أنا بأقيم بلد وبأقيم مؤسسات حكم رشيد يسمح بتداول السلطة فيه تصل العدالة الاجتماعية ويصل العدالة الاقتصادية إلى مستحقيها. نأمل إن شاء الله أن احنا نكون أيادي عاملة جيدة في هذا المضمار إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نشكر أخونا الدكتور سعيد عوف أمين الحزب بمدغام على هذه الكلمة الهامة التي توضح لنا أساسيات وأخلاق العمل الحزبي. أيها الأحباب، أي عمل حزبي بدون هدف أن يصل إلى مؤسسات هذه الدولة لإصلاح شأن هذه الدولة أفراد وحكومة ومؤسسات، إن لم يكن له هذا الهدف فليس حزب. وأي حزب ليس له هيكل منظم فليس حزب. وأي حزب له هيكل منظم وله هدف وهذا الهيكل المنظم لا يستطيع أن يصل إلى القاعدة الحزبية فهو ليس حزب. والذي يصل إلى القاعدة الحزبية ولا يستطيع أن يفعلها لتحقيق هذا الهدف فهو أيضا ليس حزب. فإحنا أيها الأحباب كما قال الدكتور سعيد، إحنا لدينا قاعدة حزبية كبيرة لكل وحدة حزبية على الأقل 100 و 150 واحد. من يعمل في هذه القاعدة 5%، 10%، لا يزيد عن ذلك، والباقي. فمن هذا اللقاء شرع الانطلاقة إلى العمل المنظم الفعال لجميع حيثيات وجزئيات الحزب في المكان الذي نكون فيه. أيها الأحباب، موعدنا الآن مع كلمة مع الدكتور خالد صابر، وهي لقاء تثقيفي عن مبادئ وأهداف الحزب كنقطة مبدئية ننطلق بها في اللقاء الأول، ولنا لقاءات أخرى ولنا برامج أخرى إن شاء الله، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية كده شفت حضراتكم سواء الجالسين على المنصة أو الموجودين، افتكرت من حوالي 7 سنين تقريبا يعني. كنت لسه متعلم السواقة بقالي شهر، فجاي من القاهرة ومعايا زملاتي أنقص مني في السواقة. فالمهم يعني هم معايا قالوا طب ما تنزل وتسوق ونسوق احنا مكانك. قلت لهم لا، ده فرصة إن أنا أسوق ومعايا أساتذة في السواقة أتعلم ويقوموني يعني. فأنا لا أزعم ذلك. طبعا في أساتذة على المنصة وخصوصا الدكتور خالد بنورة، ده أستاذي من الناحية الأكاديمية وكذلك من ناحية العمل السياسي، بل لا أكون مبالغا إذا قلت إن في كثير من الجالسين يعني أعتقد إن هم أساتذة وأكثر منا، ولكن إن شاء ربنا سبحانه وتعالى إن العمل الحزبي هو كذلك، وكذلك العجلة تمر والعجلة تدور. يمكن في ال10 سنين اللي فاتوا ما حدش عارف مين اخترع القمر الصناعي، لكن مين عارف اللي هو اكتشف الصفر اللي هو الخوارزمي، مين اللي عمل الفتيل أبو بكر الرازي. دلوقتي ما عادش في حاجة اسمها فلان اخترع حاجة، كل الناس. فبالتالي تخيل لو حضراتكم ما جيتوش يبقى المنصة ليس لها قيمة. يبقى إذا العمل الحزبي يبقى فريق عمل، كل واحد له قيمة زي اللي بيقول. المهم إن احنا نتحرك ونعمل بالعمل إن شاء الله.